السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد دائما مع الشهوات الرمضانيه. اليوم ان شاء الله صوبت معكم هاد البسيطات هادو اللي معمرين بالكبيده ديال الدجاج والفيرميسيل، وغنشارك معكم ان شاء الله الطريقه والتفاصيل كامله. كيجيو ساهلين واقتصاديين بلا ورقه بلا حتى شي حاجه. نتوما تشوفوا النتيجه ديال الورقه كيفاش كتجي غير في الدار، كيجيو رائعين. نتوما شفتوا التقرميشه ديالهم، هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو زوينين بزاف واقتصاديين. تفضلوا معايا الفيديو ان شاء الله تعرفوا على المقادير والطريقه. غندوزو نشحروا التعميره ديالنا. كيف ما شفتوا انا دايره شويه الزيت وشويه الزبده. غادي نزيد عليهم واحد 2 ريس ديال البصله يكونوا كبارين اللي شلطتهم على هذا الشكل هذا. صافي غنخلي هاد البصيله ديالنا تنزل مزيان، وديك الساعه نرجعو نكملوا العمار. صافي كيف ما شفتوا بعد ما نزلت البصيله ديالنا على هذا الشكل هذا، دابا غادي نزيد عليها هاد الكبيدات ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنا 300 غرام ولا 6 ديال الحبات ديال الكبده ديال الدجاج. غادي نزيدها هنايا. غنزيد عليها واحد معلقه صغيره غنزيد واحد شويه ديال الابزار كيف ما كتشوفوا، تقريبا نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال التحميره، ومليحه حسب الذوق من طبيعه الحال. غادي نخلط. صافي غنخليو هاد الكبيده تشحر مزيان، غير خليوها البنات طيب مزيان من الاحسن باش ما تجيكمش رطبه في وسط ديك البسيطات. كل ما طابت مزيان كتجي زوينه، من الاحسن الا كانت الكبده ديال البيبي كتجي خطيره. صافي غادي نغطي عليها ونخليها طيب مزيان ونرجع معكم باش نكملوا العمار. صافي كيف ما شفتوا الكبده ديالنا هي تقلات على هذا الشكل ديال الكبده ديال الدجاج ماشي ديالنا. المهم انا غادي نزيد واحد معلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم، راني نسيتها قبيله. الا عندكم نتوما الاخر حكوها ماشي مشكل. انا عندي واحد 6 ديال الحبيبات ديال الصوصيط اللي شحرتهم شويه في الزبده وقطعتهم على هذا الشكل هذا، اولا النقانق. كل واحد كيقول لهم هذه غير مجرد اضافه، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش صافي الكبيده ديال الدجاج كافيه بالغرض. صافي غادي نخلط مزيان. غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الصوجه، ندير واحد شويه، نخلطو هادشي كلشي مزيان. شربنا غير واحد دقيقه ولا 2 دقائق، عاد نزيدو الشعريه والزيتون. صافي دابا غنديز واحد شويه ديال الزيتون مقطع، شويه ديال المعدنوس، غادي نزيد واحد القطيره الزيت بليه باش تخرج لنا ديك المذاق زويون. بركه كديروها في اخر لحظه كيجي المذاق ديال الزيت بلديه باين، ما كيجي شي، كتبقاش بان ديك الزبده ولا الزيتونيه ولا. صافي غادي نزيد دابا الشعريه ديالنا كيف ما شفتوا، اللي راكم عارفين كل واحد كيعرف يرطب الشعريه. انا درت الشعريه الروز، درت هذا الشكل هذا كتجي الصراحه زوينه صحيه احسن من الاخر. صافي غندخل هاد الشرموله هنا مزيان في هاد الشعريه، نخليها واحد 2 دقائق ولا 3 تشرب لنا ديك الشرموله، وعاد نرجع معكم ان شاء الله.
صافي غير واحد دقيقه ولا 2 دقائق وكنطفيو عليها. بالنسبه لبنات الشعريه انا درت 2 ديال المرصويات. صافي بركه غادي نطفي عليها ونخليها تبرد باش نعمر بها. كيف ما شفتوا البنات الحشوه ديالنا هي بردات اولا العماره. غادي نزيد عليها واحد شويه الفرماج محكوك. صافي من بعد ما دخلنا داك الفرماج على هذا الشكل هكا. المهم بغيتو ديروا حتى شويه ديال الهريسه ديروها، انا ما درتهاش، كيبغيوليش الدراري الحار. صافي بالنسبه للعجينه، لا بالنسبه للعجينه ديال هاد البسيطلات انا عندي هنا واحد 600 غرام ديال الفرص، بطبيعه الحال يكون رطب. المهم كديروا القياس طحين الحشوه اللي عندكم غديروا لها القياس ديالها. غادي ندير لها واحد الخماره ونص، كل نص كيلو انا كندير فيه خماره، غندير دابا خماره ونص. نزيد واحد نص عيس بركه. غندير واحد المعلقه صغيره ديال السنيده، شويش د الملحه، دائما الملحه حسب الذوق، حقاش هادي ما كنعركهاش الكورشه، كنعجنها مباشره، ما كنوليش نزيد لها الماء، غادي نخليها شي شويش قاصحه. دابا تشوفوا القوام ديالها. صافي دابا غادي ندير الماء، المهم تكون دافيه بطبيعه الحال. صافي غادي نعركها مزيان ان شاء الله ونرجع معكم تشوفوا كيفاش القوام ديالها. خاصها تكون قاصحه البنات، ما تجريوهاش هاد العجينه ديال هاد بسيطلات ولا خبيزات، المهم كل واحد اش كيقول له. هما الصراحه كتجي بحال البسطيله تماما، راكم شفتوا بحال الورقات زعما البسطيله. صافي نتوما شفتوا هي جمعت لي العجينه، هذا هو القوام ديالها. نتوما شفتوا قاصحه، ولكن ملي غتعركوها راه ترجع رطبه في يديكم. صافي كنبقى بهذه الطريقه، واللي عنده الماكينه العجانه زعما يديرها في العجانه. كنبقى بهذه الطريقه هكا حتى كتبقى تطرطق وكنحس بها ولات رطبه. صافي انا غنعركها ونرجع معكم. العجينه ديالنا كيف ما شفتوا انا قسمتها على 8 ديال الكويورات، 8 داك القياس ديال الطحين خرج لي 8. صافي من بعد ما ترخات هانتوما شفتوا كيفاش رجعت، غادي نخدموا بها. انا كنفرقهم غير بالزيت بوحديتو، ما كندير لا زبده لا حتى شي حاجه. هانتوما شفتوا الزويته كيف ما شفتوا. كنبقاو نديرو صبعنا غير صبعنا هكا في الزيت وندفعو غير بهذه الطريقه هكا، ما تقرصوش، راه حيت كتكون مدلوكه وقاصحه كتعطينا الطوع. هانتوما تلعبوا بها كيف ما بغيتو، دائما كنحشيو صبعنا في الزيت ونمشيو بهذه الطريقه. هذا هو السر ديال التوراق ديال هاد البسيطلات هاد. دابا هاد الورقه غاليه ولا حتى هي 30 درهم الكيلو، ولكن انا كنصوبها في الدار غير بالنسبه للوقت. شفتوا بالنسبه للمبتدئات وصافي ما تبارك الله راه كلشي حتى تولي شفافه، حتى تبقى تبان لكم الرخامه اولا المهم البوطاجي اللي كتخدموا عليه اولا ترجع بحال الشكل ديال البلاستيك. هانتوما دائما كنحشيو غير صبعنا هكا، كيساعدنا الزيت بزاف. ما ديروش الزبده البنات، درتو الزبده غتوحلو فيهم، كتبقى تبرد وكتجمد وما كيبقاش يمشي العجين معاكم. هانتوما صافي دابا غادي نطويها عادي بحال شكل الرغيف. هانتوما شفتوا كيفاش جات. عاوتاني الشكل هذا صافي عاوتاني هكا. صافي غنديرها في واحد الشنيب وغنخدم واحد اخر. بالنسبه للثانيه نفس الشيء، نفس الطريقه الاولى. صافي غادي نجيب الاولى غنديرها هنا
ديك اللي خدمت في الاول تخربقات معايا نعاودها. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه تنكمل كل شيء. بقاو لي 6 ديال الوحيدات تنكملهم ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات انا كملتهم كاملين وخليتهم ارتاحوا. انتم شفتوا ما خداوليش الزيت بزاف، غير واحد النص ديال الزلافه. صافي غادي نمشيهم دابا مزيان، ولكن خليوهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق هكاك ولا 15 دقيقه. كل ما ارتاحوا كل ما كتسهل معكم العجين. صافي حتى كنحسوا بها خدات الرق اللي بغينا حنا، على حسب ما ترقوش عاوتاني بزاف. شمن غادي نقسموها على 4 جراره. صافي نشطو دابا غنبقى نعمر. غندير جبت واحد 2 معالق كبار، حيت انا راه درتهم كبيبرين شويش. صافي كنحاولوا نجمعوا هكا الجنيدات. نحاولوا نضغطوا مزيان من هنا، ولا كان شي زوائد حيدوهم باش ما تجيكمش عاوتاني من التحت غليظه بزاف. صافي غادي نقلبوها على هذا الشكل هكا. هانتوما كيفاش جات من التحت. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه تنكمل كلشي ونرجع معكم ان شاء الله. صافي من بعد ما كملتهم البنات كيف ما كتشوفوا انا راه عطاوني 16 حبه تبارك الله. عندي هنا واحد الصفر ديال البيض، درت له واحد شويش ديال الصوجه كيعطينا هاد اللون هكا. صافي غادي ندهنهم كاملين كما كتعرفوا. المهم الفران يكون سخون مزيان ونقصوا له العافيه وخليهم يطيبوا في المهل باش يجيو مقرمشين. صافي ان شاء الله ترجع معكم من بعد ما يطيبوا. التشكيل ديال البسيطلات ديالنا بعد ما خرجتهم من الفران، حكيت عليهم الفرماج غير شويه وزينتهم بهاد شويه المعدنوس، وليت رجعتهم غير مجرد ما كيذوب هاد الفرماج كيف ما كتشوفوا كنخرجهم، ما كنخليش الفرماج يتحرق فوق منه. يلا كنتمنى الفيديو، كنتمنى يعجبكم هاد البسيطلات، وما تنساوناش من البارطاج واللي جيم والناس اللي دخلوا جداد كنقول لهم ديروا ابوني ان شاء الله يطلع لكم الجديد. ومع السلامه الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.